واحدة بعتة وبتقول لي يا أمينة أنا لسه مكتوب كتابي من أسبوع، وفرحي خلاص يعني يعتبر كده إن شاء الله على الأسبوع اللي جاي. طيب ألف مبروك يا ست الكتكوتة، إيه المشكلة؟ تعالوا بقى نسمع كده مع بعض. إيه المشكلة؟ مشكلتها إنه هي من بعد كتب الكتاب والعريس بيلح عليها إنه إحنا خلاص كتبنا الكتاب وفرحنا خلاص فاضل عليه أسبوع يعني ولا حاجة، وانتي كده كده تعتبري مراتي. طب يا حبيب قلبي عادي والله والدنيا زي الفل. ايه المفروض ان انا اعمله؟ ايه المطلوب مني؟ قالت لي امينه لقيته بيقول لي يعني ابتدي ان انتي تصوري كده صور بلبس قصير، بلبس لانجري، بلبس داخلي، وابعتيلي. احنا خلاص في حكم المتجوزين. طيب انا يا امينه رفضت، وخلال الاسبوع ده تحت ضغط وتحت قمص منه وتحت زعل منه جدا ان ازاي احنا خلاص كتبنا الكتاب وعلينا الجواب اعمل كده ويحصل كده. طبعا كل ده اللي هو بيتكلم فيه وبيقوله لك ولا ليه اي اساس من الصحه. طالما فاضل اسبوع فانت حبيب قلبي مستعجل ليه؟ ومستعجل على ايه؟ خليكي على مبدأك، اوعي تتضايقي ان هو بيضغط عليكي بطريقه بيزعل وبيتقمص او بيتلوي بقى منك والكلام ده كله. هو حر يتفلق. ماشي، فاضل على فرحنا اسبوع، مش هنبوظ اللي احنا عملناه طول فتره الخطوبه ونيجي في اخر اسبوع نخيب ونبعت صور خارجه ونبعت صور بلانجريهات وبلبس فاضح زي كده. قولي له لا، ما ينفعش، وانا اخلاقي ما تسمحليش. كتبنا الكتاب ولكن لسه ما عملناش الفرح قدام عيلتنا وناسنا، ولسه انا ما بقتش من حقك. لما ابقى من حقك ابقى في بيتك، لكن ابعت ليه انا صور؟ ويبقى كلامك كده ويبقى رفض تام. ارجوكوا قولوا لها رايكم فعلا، هل من بعد كتب الكتاب الواحده ممكن تبعت صور عادي لانه في حكم جوزها؟